السلام عليكم. معايا مجموعة من الأخبار الرياضية وحابب أعلق على بعض منها. إبراهيم سعيد مش عاجبه كلام قفشة لما قال إنه يتمنى 10% من قدم شيكابالا اليسرى، وأنا مش عارف أنت ليه يا إبراهيم دايما يعني إيه دايما عامل زي الاتجاه المعاكس. إيه المشكلة لما قفشة قال إنه يتمنى 10% من رجل شيكابالا أو من قدم شيكابالا اليسرى؟ كلنا عارفين إنه حريف، شيكابالا حريف، شيكابالا حريف، دي ما فيهاش جدال، ما يقولش غير كده الا الاعمى. جميل جميل، تقول له بقى او يكون مبررك اللي انت في الاهلي ومش عارف ايه. طب ما شيكابالا في الزمالك صحيح، انا معاك ومتفق معاك مليون في المية ان الاهلي بينه وبين الزمالك سنين طويله جدا في عدد البطولات. يعني الزمالك لو ربنا صلح حالهم وفاقوا من الغيبوبه اللي هم فيها قدامهم يجي 20 30 سنه علشان يحققوا اللي الاهلي او يتعادلوا مع اللي الاهلي وصل له دلوقتي. في نفس الوقت يكون الاهلي نايم، هو دخل الغيبوبه، ربنا يستر، ما نرضاش ان الاهلي يدخل الغيبوبه. بس دي ما فيهاش حاجه لما قفشه يقول كده، ده بالعكس، ده يقول على انه بني ادم محترم. قفشه يعني بني ادم محترم. انا فاكر ان ابو تريكه كانوا قالوا له او بيحطوه في مقارنه بينه وبين شيكابالا، فقال شرف ليا اللي انا اتقارن بشيكابالا، مع ان في الوقت ده كان شيكابالا عامل مشاكل ومش محقق بطولات، انما ابو تريكه ما كانش عامل مشاكل وانسان خلوق ومحقق بطولات، والدنيا كلها كانت قاعده تقول ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه، وفي نفس الوقت قال شرف ليا اني اتقارن بشيكابالا. فدي حاجه حلوه، يعني الواحد يكون محترم ومتواضع، دي حاجه كويسه. فانت يا ابراهيم يا سعيد دايما عامل زي الاتجاه المخالف. النقطه الثانيه اللي حابب اعلق عليها هي ان محمد فاروق لما كان بيسال رضا عبد العال على تقييمه للاعبين في منتخب مصر او في ماتش مصر وتنزانيا يعني، فلما جه عند امام عاشور قال له ما حسيتش بيه، اديله واحد بصوت واطي كده. فمحمد فاروق برضو عامل زي السوسه بيستفزه، بيقول له طب انت ليه جيت عند ده وكلمته واطي؟ قال له واحد ايه واحد، انت بتنرفزني عشان اقول له مش عارف، وبيزعق. انا مش عارف ايه الفيلم الهايف والفيلم الحمضان والحاجه الرخمه بتاعت كل واحد يطلع في التلفزيون يقعد يزعق. ايه يا عم انت طالع تزعق علينا ليه؟ وبتزعق ليه اصلا؟ ما تتكلم بالراحه واحنا بنعرف نسمع كويس، واللي سمعه واطي هيعلي هو التلفزيون شويه. انما ايه الزعيق ده؟ الزعيق ده يلزمه مسطبه. وحتى الناس المحترمه اللي بيبقوا قاعدين على مسطبه ما بيزعقوش لبعض برضه، بيقعدوا يسمعوا لبعض، واللي بيتكلم التاني بيسمعه. ده لما يكونوا قاعدين على مسطبه بس ناس محترمين. انما ده الاسلوب ده يعني ما ينفعش في التلفزيون، وكمان ما هوش اصلا اسلوب ناس محترمين خالص. مش فاهم ان ايه حكايه الزعيق دي، حاجه عجيبه وغريبه والله. بالنسبه للاخ صلاح محسن فهو داخل في نفق اسود مع اداره الاهلي. اداره الاهلي جابوه على كل الحيل، اطلع يا ابني اعاره سنه ونص وهنرجعك تاني، يا ابني يا حبيبي هنرجعك، يا ابني يا حبيبي يعني ظبط امورك وتعال يا حبيبي. لا يقول لهم ايه؟ طيب استنى شويه اما اصلي، شويه اما استخير، شويه اما اشوف، شويه ادوني استغنى، شويه بعوني خالص، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، لما لغايه ما هو شكله كده دخل في النفق الاسود مع اداره الاهلي، وانه تقريبا هيكمل، تقريبا الله اعلم، بس الواضح كده انه هيكمل في الاهلي، هيكمل بس هيدخل بقى يعني هيقعد، وشكله كده ما عادش هيكمل او هيبقى الى النسيان والى الزوال. ده الاخ صلاح محسن. من الاخبار الحلوه برضو اللي تفتح النفس، الاخ جمال علام بيقول، اللي هو ده رئيس اتحاد الكوره، بيقول ان في مكافاه مليون جنيه لكل لاعب في المنتخب حال فوزهم بكاس الامم الافريقيه. طبعا هو الراجل يشكر وبيدي لهم دفعه كبيره، يعني ان هم يحققوا البطوله ويشتغلوا بجد او يلعبوا بجد واجتهاد علشان يحققوا البطوله. هو المنتخب فيه 22 لاعب في مليون لكل واحد، يعني 22 مليون جنيه. ال 22 مليون جنيه رقم مش كبير ولا حاجه، لانه ده تقريبا اقل من نص مليون دولار، وبعدين هو مش هيدفع حاجه من جيبه. هو طبعا من نفسه ناصح وبيحسب، بيقول لك ايه، احنا لو فزنا المنتخب المصري يعني لو فاز ببطوله كاس الامم الافريقيه، المنتخب هياخد 7 مليون دولار، هياخد يعني منهم نص مليون اديه للاعيبه دي. فيبقى انا كده يعني ايه شبرقتهم وهيصتهم وما دفعتش حاجه من جيب. هنقول له ماشي يا عم ربنا يصلح حالك. ومعنا خبر تاني عن الاخ احمد عبد القادر. للاسف الشديد احمد عبد القادر برضه شكله مش هيعمر في الاهلي، ربنا يهديه. احمد عبد القادر من نوعيه لعيبه ابراهيم سعيد، اللعيبه اللي هي المهاريه جدا، الحلوه جدا، التمام جدا جدا جدا، بس مشكلته في دماغه، بيضيع نفسه. الولد ده بيضيع نفسه. ربنا معاك يا احمد عبد القادر، انت بترمي نفسك في التهلكه للاسف، ومش باين عليك هتكمل في الاهلي. في اليومين اللي فاتوا كان في اخبار قاعده تتناول بشده او بتتكرر بشده عن رمضان صبحي، انه يعتذر وانه عاوز يرجع الاهلي، عاوز يقدم اعتذار، يعني كلام من النوعيه ديت. انا متاكد ان اللي بيقولوا الكلام ده هم عارفين سياسه الاهلي، ان اللي بيروح ما بيرجعش، ده موضوع منتهي. ولنا في الاحياء كلهم عبره. جمال عبد الحميد، سيبك من جمال عبد الحميد، حسام حسن وابراهيم حسن، علامات فارقه في تاريخ الاهلي والكره المصريه. طيب ومين تاني؟ ابراهيم سعيد،
مين تالت؟ السد العالي عصام الحضري. ده احنا سمعنا كما يقال ان حسني مبارك بنفسه كان اتدخل انه يرجع الاهلي. بغض النظر عن الروايه بتاعت حسني دي اتدخل في الموضوع ده صحيحه او غير صحيحه، الا ان سياسه الاهلي واحده، اللي بيخرج ما بيرجعش، ده موضوع منتهي. فانت يا رمضان يا صبحي للاسف بعت الاهلي علشان شويه فلوس، وده حقك على فكره، انا مش ضدك، انا عن نفسي مش ضدك، ده الاحتراف، مفيش حاجه اسمها ابن النادي، في الاحتراف مفيش حاجه اسمها ابن النادي، في الاحتراف انا قيمتي كذا بتدوني كذا، ولا لا بروح للي بيديني الكذا ده. جميل جميل. رمضان صبحي قدر نفسه بمبلغ، بيراميدز خدته بالمبلغ اللي هو ده او اكتر من اللي كان يحلم بيه بكتير، فهو راح لمصلحته. احييك، انا احييك واسقف لك ان انت دورت على مصلحتك. خلاص خلاص، الاهلي برضو من حقه انه يدور على مصلحته، وتنسى رمضان يا صبحي انك ترجع للاهلي تاني. رجوع رمضان صبحي للاهلي ده عشم ابليس في الجنه. في شويه زلنطحيه كده سريحه هتلاقيهم بيخترعوا اخبار، بيخترعوها والله العظيم، حاجات كده ما تخطرش على البال. فيقول لك ان وسام ابو علي النجم الجديد اللي جاي للاهلي انه كان مصاب مش عارف بالقلب، عنده شريان مش عارف ايه، عنده ايه، بيخترعوا اختراعات كده لا تخطر على بال. المهم وسام ابو علي عمل كل الفحوصات والتحليلات ونتيجته تمام التمام، ما فيهوش اي مشاكل. بالنسبه لنادي بيراميدز بعد تعادله امبارح مع فاركو 2-2، فهو كده بينافس ما شاء الله انه يكون في فرق الوسط، طموحه عالي بصراحه نادي بيراميدز، كده ان شاء الله هيكون في الوسط او يضمن في الوسط، بس لازم يعلي طموحه شويه والا هيصارع من اجل البقاء في الدوري، ربنا يستر عليه. من الاخبار الحلوه الجميله اللي تفتح النفس برضه، بيقول لك ان نادي الزمالك قاعدين مش لاقيين حاجه يعملوها، ولا احتفالات ولا اي حاجه خالص، فقال لك ايه، احنا نفضل قاعدين كده لازم نبسط نفسنا. طيب نبسط نفسنا ازاي يا عم؟ نعمل احتفال ونحتفل بعيد ميلاد زيزو، ما لقوش حد بيحتفل بهم ولا بيفرحهم، فلك نفرح نفسنا ويفرحوا نفسهم، عملوا حفله عيد ميلاد لزيزو. زيزو وصل 28 سنه، كل سنه وانت طيب يا حاج زيزو. زيزو طبعا لاعب كبير ومحترم، الميزه فيه انه محترم. من الحاجات العجيبه والغريبه لما يكون فيه مسؤول في مجلس الاداره، طبعا قصدي هنا على مجلس اداره الزمالك اللي هو احمد سليمان، على الهوا قال ان ديانج معروض على الزمالك وان سعره مش غالي ومكسر الدنيا بره. وانا حزين والله العظيم وزعلان على الزمالك وجماهير الزمالك والناس اللي عشمانه في اداره الزمالك. انا مسؤول في اداره الزمالك، شوف تخيل لما يكون ده كلام مسؤول. طيب انا زعلان كده ليه؟ لان الكلام اللي قاله ده كله بعيد تماما عن الصحه. ازاي؟ ديانج طلع بنفسه وانكر اي علاقه ليه بالزمالك او ان وكيله او هو تواصلوا مع نادي الزمالك. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقول لك ان ديانج مكسر الدنيا، لا مكسر الدنيا ولا حاجه. ديانج بقاله 12 مباراه، اخر 12 مباراه لعبهم ما جابش فيهم ولا هدف، فالعمليه معاه مقفشه قوي ومش لطيفه يعني. فده للاسف الشديد ده حال الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك. تخيل المسؤول اللي بالشكل ده هيوصل فريقه لفين يعني؟ اظن عارفين، هينتقل من سيء الى اسوأ للاسف الشديد. الخبر الاخير معايا برضو عن الزمالك ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، يعني اتعدى من الدوله وطالب من اتحاد الكوره ان هو يجيب له من وزاره الشباب يعني مليون دولار قرض، عاوز قرض بمليون دولار عشان يسدد ديونه طبعا دي للمدربين واللاعبين، وعشان يفك القيد بتاعه، مع ان الزمالك عليه 2 مليار جنيه ديون ما سددهمش. الديون دي للدوله عباره عن فلوس للاوقاف وفلوس للميه وفلوس للكهرباء وفلوس للضرايب وفلوس للتامينات، والاتحاد الكوره بقاله تقريبا 15 سنه ما بيدفعش. الزمالك بيدور على قرض. يا جماعه لازم يكون في تفكير اكتر من كده، يكون في تفكير افضل من كده. الزمالك صح انا بشوف ان هو بعيد جدا عن الاهلي، مش هقدر اقول ان الزمالك والاهلي قطبين الكره المصريه، مصر فيها قطب واحد اللي هو الاهلي. للاسف القطب الثاني ده الزمالك من بقاله 20 23 25 سنه بعيد جدا عن الاهلي. الاهلي دلوقتي يحلق بعيدا ويغرد وحيدا لوحده، بعيد خالص. احنا عايزين الزمالك يرجع تاني قطب، عاوزينه يرجع تاني قطب، يرجع، مش نقول له القطب، هو مش قطب، احنا عاوزينه يرجع تاني انه يكون قطب، لان الزمالك تاريخ كبير، تاريخ في الماضي، انما للاسف برضه بقاله حوالي 20 25 سنه في الضياع. يعني احنا مثلا لو جبنا الناس اللي عندها 35 سنه ابن الحلال، شفت الزمالك غلب الاهلي كم مره؟ هيقول لك مثلا مره او اتنين او ثلاثه بالكتير، وبعد كده طول عمره بيشوف الاهلي بيغلب الزمالك، الاهلي بيغلب الزمالك، الاهلي بياخد الدوري، الاهلي واخد الدوري، الاهلي واخد الكاس، الاهلي واخد السوبر، الاهلي غالب الزمالك في السوبر، غلبه في الدوري، غلبه في الكاس، الاهلي مدمر الدنيا، واخد مش عارف كم بطوله افريقيه، ارقام كبيره خطيره. الزمالك ضايع. الناس اللي عندها 35 سنه ما شافوش الزمالك سنتين ثلاثه ورا بعض شادد حيله، حرام عليكم كده والله. عاوزين الزمالك يرجع زي ما كان ابهاتنا شايفينه كويس، لان للاسف الجيل ده ما شافش الزمالك كويس. اذا شافه سنه او اتنين كويس بيبقى بعد بقيه العمر تعبان. وانا عاوز اقول على حاجه، عمرو اديب كان مستضيف شيكابالا مره بعد ما خدوا الدوري، فبقول له تفتكر هناخد دوري السنه الجايه؟ قال له مش هيسيبونا. ده فكر عقيم ان في مؤامره عليه.
سيبكم من موضوع الممرات ده والعبوا كوره وخططوا المستقبل بشكل كويس. اتعلموا من الاهلي، مش عشان الاهلي يعني اهلاوي ولا كده، لا لا، الاهلي اداره ناجحه، هو ناجح خلاص يا عم اتعلم منه. مش عيب ان انا اروح اتعلم من الناجح. الدول المحترمه بتبعت الفلاحين عندها للدول اللي بره علشان يتعلموا ويجوا ينقلوا العلم اللي اتعلموه لاولادهم تاني، اللي هم بعثات اللي بيطلع في الجامعات. فمش عيب ابدا لما الزمالك يتعادى من الاهلي ويمشي على نفس طريقته ويبدا يتعلم شويه. واشوفكم ان شاء الله في نشره رياضيه جديده ومجموعه من الاخبار الجديده. ما تنساش بقى لايك وشير للفيديوهات دي. السلام عليكم.